هل تمرين التراب بار ديد ليفت هو فعلا افضل تدريب لتطوير القدره العضليه او الباور؟ ده كان سؤال امبارح في الستوري واغلب اجاباتكم كانت لا، وبرافو عليكم الاجابه فعلا لا. بس لا ليه؟ ركز وانا ليه بقول لك ان التمرين ده مش افضل تمرين للقدره العضليه او للباور. بص يا صديقي، القدره العضليه او الباور بتساوي سرعه انتاج القوه في كم القوه المنتجه، يعني ببساطه شديده باور بتساوي الفورس في الفيلوسيتي. طيب انا هنا لما العب ب 20 و20 مثلا والبار سي وزنه 10 كيلو، يبقى انا كده مثلا سي بلعب ب 50 60 كيلو جرام. هنا انت ركزت على الجزء بتاع القوه المنتجه على حساب السرعه، لان اكيد القوه اللي انا بقاومها هتخليني اعرف انتج القوه بسرعه اقل. حضرتك كده ركزت على الجزء بتاع القوه واغفلت حاجه مهمه جدا في تطوير القدره العضليه وهي السرعه. وعشان نفهم اكتر تعالوا نبص مع بعض على الفورس فيلوسيتي كيرف. الفورس فيلوسيتي كيرف هو المنحنى اللي بيمثل العلاقه ما بين سرعه انتاج القوه وحجم القوه المنتجه. طيب لما اجي اسالك سؤال وانا عارف انك شاطر وهترد عليه، تفتكر العلاقه ما بين القوه المنتجه والسرعه علاقه ايه؟ انا عارف انك شاطر وهتقول لي علاقه عكسيه، بس بصراحه يا كابتن احمد انا بقول لك كده وخلاص انا مش فاهم. هفهمك يا صديقي، ركز معايا. هو انا النهارده اما اقول لك حط كل الوزن اللي تعرف تشيله على البار ده والعب لي 1 ار ام باك سكوات، العب باقصى وزن تقدر تشيله لعده واحده باك سكوات، هتعرف تشيل الوزن ده بسرعه اكبر ولا اما اقول لك اعمل لي كاونتر موفمنت جامب، يعني انزل لتحت ونط لفوق باقصى سرعه؟ هتقول لي اكيد القفزه من الاسفل لاعلى دي هعملها بسرعه اكبر، بس الوزن اللي انا شيلته في الباك سكوات اكيد اكبر. هقول لك برافو عليك، هنا انت انتجت قوه اكبر على حساب السرعه، ولكن هنا انت انتجت سرعه اكبر على حساب القوه. وده ما يطلق عليه يا صديقي الريت اوف فورس ديفلوبمنت او الار اف دي، او قدرتك على انتاج اكبر كم من القوه في اقل وقت ممكن. ودي اهم حاجه بنشتغل عليها مع الرياضيين. طب انا كده بدات افهم، اقفل لي بقى الموضوع. اللي احنا شفناه في الفيديو في الاول ده مش تمرين وحش خالص ولا حاجه، بالعكس هو تمرين كويس، بس لازم اسكنه على منحنى علاقه القوه بالسرعه. فهلاقي ان التمرين ده مرتبط اكتر بالجزء بتاع الاسترنث او الجزء بتاع انتاج القوه على حساب السرعه. ولكن انا لو شغال مع رياضيين اليت او ناس مهتمين بتطوير ادائهم الرياضي والحركي، ما اقدرش اغفل عنصر الفيلوسيتي. عشان كده بروح لتمارين تدمج لي ما بين ان انا انتج اكبر قدر ممكن من القوه في اقل وقت ممكن. هو ده اللي هيطور لك الباور. وطبعا اللي مهتمين بالضخامه العضليه مالناش دعوه بالكلام ده، هي بس الفيديو ده كان واقع قدامي فقلت اشرح لكم حاجه مرتبطه بشغل تطوير الاداء الرياضي. والسلام عليكم.